توأم روحي نجاح. اخر لقطه في ناس كتير مش فاهماها، عايز توصل لهم ايه؟ معلش ثاني ما سمعتش. اخر لقطه في الفيلم ناس كتير مش فاهماها، عايزين توصل لهم لا عشان إيه؟ الناس تتفرج بقى، يعني هو ده تساؤل عند الناس، وكل واحد بيفهم المعنى اللي حسب شخصيته وفهمه للفيلم. حد عايز يسأل حاجه ثانيه؟ الحمد لله والله هي احسن دلوقتي شويه. الف شكر. احسن سؤال بقى. بقالك كتير بعيد عن السينما ما بين عودة الخواجة ودلوقتي انتبهت اكتر للتمثيل المسلسلات، ده حقيقي؟ لا خالص لا خالص، كنت بس مش لاقي ورق كويس، وكنت بحضر كذا فيلم، وبعد كده بتبقى الظروف بقى اجي ادخل يبقى في احداث بتحصل، دخلت مسلسل رمضان ما لحقتش كده يعني. عرض المسلسلات على المنصات والافلام انت شايفها دي خطوه للسينما ولا شايفها بتضر الانتاج؟ لا خالص بالعكس، ممكن يعرفوا عنها دي بتوسع. لا السينما هتفضل سينما زمان، لان حلاوه ومتعه الفرجه على الفيلم في السينما لا تضاهيها متعه. يعني ما اتفرج على الفيلم على التلفزيون مش زي ما اتفرج عليه في السينما، فانت اتفرج عليه في التلفزيون بقى سواء على منصه سواء على اللابتوب، فهي نفس نوع ومتعه المشاهده. لكن مشوار السينما دي خروجه بالسكرين الكبيره بالسماعات بموضوع تاني، لكن المنصات دي ميزتها ان هي هتبقى تكتر الانتاج. انا شايف طبعا روحي عملت تجربه ممكن تكون جديده، اتعلمت تركب موتوسيكل، الخطوه دي كانت بالنسبه لك مختلفه عن خطوات كتيره؟ الاستاذ عثمان فاجئني ان في موتوسيكلات وفي دايفنج في حاجات كتيره جدا، فقعدت كذا فتره طويله قبل التصوير اتعلم حاجات كتيره. الرومانسي بتاع توأم روحي توصفه ايه عن الرومانسي اللي انت عملته قبل كده؟ انا ما عملتش قبل كده غير ادم وجميله رومانسي، وحاجه تانية في بتشوف حسن ردات في الرومانسي؟ يا فندم بتشوف حسن ردات في الرومانسي ولا في الكوميدي ولا في لا انا بشوف ان انا ممثل اعمل كل حاجه، لذلك انا بحب ابقى متنوع. يعني بعمل رومانسي، قبل كده عملت كوميدي، بعمل اكشن، يعني ابقى متنوع والجمهور يتعود ان يشوفني في كذا حاجه ويحبني في كذا حاجه. بقى ان في حاجه اكشن جايه ان شاء الله فيلم جاي اكشن.